بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. رسالتك النهاردة من البابا كورولوس: كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر. انت بتدور على فرحة ومش لاقيها، وبتخبط على كل الأبواب لكن شايفها مقفولة قدامك. بطمنك يا حبيب أبوك، في خطة عظيمة إلهك مدبرها لك، هيسدد كل احتياجاتك. اقترب منه لتنعم بفيض التعويضات والبركات المصنوعة لأجلك. انهض من الكسل وتذكر إنك أنت ابن ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. اطمن جدا، سيأتي الوقت وينهي حيرتك ويقول كلمته ويعلن مشيئته، وسوف تعلم إن كل ما يفعل لخيرك. ستفرح قريبا جدا، فرح كبير لأنه من عند الرب يسوع. اوعى تحس إن كل الأبواب بتتقفل، ده في سكة تانية خالص انت مش شايفها، لكن هو له كل المجد شايفها لك وهيفتح لك الطريق. ثق وآمن به، يسوع بيحبك، هيحوط عليك وهيسترك بستر خيمته، فلا يمسك سوء ولا أذية. ده هو سندك الأعظم اللي بيرتب لك كل الأمور وهيحول الشر للخير. لما تكون تعبان تعالى ليه وقول له محتاج لك يا يسوع. تعالى وقول له انقذني، هتلاقيه معاك، مش هيتأخر عنك أبدا. هتلاقيه بيمسح لك دموع عينيك وبيمحي كل الحزن من قلبك. فلا تبكي ولا تتألم يا حبيب أبوك، لأن إلهك معك وبجوارك، معك في آلامك وأحزانك، يسمعك ويشعر بك ويبكي لأجلك، لأنه هو أبوك السماوي الحنون الرؤوف. انظر إليه، هيكبر بخاطرك وهيهون عليك حملك وهيحمله كمان معاك. لن يتركك أبدا، سيشفي جراحك. اطمن، وهذه الحيرة وهذا الحمل الذي على قلبك سينتزعه منك وسيرشدك للاختيار الأفضل. سيقود سفينة حياتك لحياة أفضل بكثير. ثق في إلهك المحب اللي حاسس بيك. وإذا كنت متضايق وتعبان وخارج من علاقات فاشلة ولا تستطيع أن تسامح، خلي عشمك فيه وخلي عينك عليه، سيستجيب. هو شايف الحزن اللي مليك وحاسس بألامك، ولا يوجد أحد بجانبك ولا يوجد من يعينك. شايف عينيك اللي مليانة بالدموع، هيحول كل ده لفرح عظيم. مستحيل يسيبك في اللي انت فيه، ده أقرب حد ليك. وكل ما تكتر همومك انظر ليه، هتلاقي تعزياته، هتلاقي النور اللي بيشرق وسط الغيوم. مهما كانت ظروفك صعبة اللي حواليك، هتلاقي ايديه ممدودة ليك وهتفضل معاك للنهاية. فما تقلقش أبدا يا حبيب أبوك، ستخرج من كل هذه الآلام والجروح بفرح عظيم. يد الله معك في كل حياتك، فكن مطمئنا جدا. بطمنك يا حبيب أبوك، فأنت لن تبكي فيما بعد، لأن الرب يرحمك عند ارتفاع صوت بكائك. حالما يسمع يستجيب لك في وقت ضيقك. لما أبواب الدنيا وطاقتك خلاص تخلص، هتلاقيه أوفى صديق، هيشحن طاقتك وهيفرح قلبك بفرحة كبيرة.
ثق فيه للمنتهى، فهو ستر لك من الضيق، يحفظك بترنم النجاة، يكتنفك في وقت إحساسك بالذنب والضيق. روح له، هتلاقيه مستنيك وبينتشلك من كل خوف وضيق. ثق فيه، هتلاقي حياتك كلها أفراح واستجابات. يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيمي قلوب. وإن كنا نعلم إنه مهما طلبنا يسمع لنا. ربك حنين قوي، هيديلك طلبك وزيادة، بس في الوقت المناسب علشان تفرح بيه فرح كبير. وهيبقى كمان فرحان هو بفرحتك. الآية بتقول: أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. مزمور 21 عدد 2. خلي يسوع أول واحد تشتكيله همك، هو الوحيد اللي هيريح قلبك، لأنه حصن الرحمة والنجاة، وقلبه حنين مش ممكن هيسيبك في ضيقتك. وزي ما فرح إبراهيم بنسل، ويوسف يبقى هو الرجل التاني في مصر، وزي ما شق البحر هيجي ويشق بحر آلامك ويعبر بيك لأحلامك. خليك واثق فيه واتكل عليه من كل قلبك، هتفرح فرح كبير، لأن الذي يفعله معك رهيب. آمين. بركة وصلوات البابا كورولوس تكون معانا كلنا. ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم.